السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم روتيني ديال نهار كامل، فطور غدا وحتى العشاء، مع واحد الكونفيتور ديال الفريز كيجي رائع. دخل القناة الأول مرة ما تنساونيش بواحد لابوني، جزاكم الله خيرا، وديروا واحد لايك حتى هي ما تنساوهاش، الله يعطيكم الخير. هنايا غادي نصايب معكم في الفطور واحد لي كرواسون معمرين كيجيو رائعين، واحد الحشوة سهلة ماهلة. كنشريو لي كرواسون ولا المهم اللي كنتو كتصايبوهم، عندنا هاد لا روكيت هادي كتباع 100 غرام بشي 10 دراهم، زوينة صحية والمذاق ديالها رائع، اولا كتسمى الجرجير بالعربية. عندي دانت فيمي، عندي قطع ديال الفرماج، وعندي البيض غادي نصايب به اومليط. هادشي باش غادي نعمر هادوك لي كرواسون. هادوك راهم موجودين، هاد الكرواسات هادو في أي بلاصة كتشريوهم. هداك المزيج ما بين حلو مالح راه كيجيو صراحة زوينين والمذاق رائع. هانتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقة، وان شاء الله الا جربتوهم اكيد يعجبوكم. هنا كناخذ جوج بيضات، كنزيد عليهم شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار، غادي نخلط مزيان البيض وغادي نطيب لومليط ديالي عادي جدا. هادو خليوهم هكايا عندكم. هاد الوصفه هادي ديروهم لرمضان في الفطور كيجيو زوينين، توجدوهم لوليداتكم اللي على حساب الباني ديالهم يصيفطوهم معاهم المدرسة، توجدوهم هكا في الفطور، توجدوهم في الكوتي، ديروهم في العشاء. يعني عندهم بزاف ديال الاستعمالات وكينفعوا بزاف بزاف. غير جربوهم ان شاء الله على حسابي، اكيد غيعجبوكم. هنا غادي نطيب الاومليط ديالي عادي. هانتوما غير جوج بيضات راه تبارك الله كيديروا ليا الخير والبركه، حيت لومليط فاش كطيبوا هكايا اومليط بحال كيتضاعف الحجم ديالو، كيتنفخ كما شفتوا، وكيتضاعف الحجم ديالو، ماشي فاش كتقليو البيض غير هكاك. هكايا اومليط كيجي براتيك، عملي جدا فاش كتبغيو هكا تعمروا به هاد لي كرواسون. صافي كناخد هكايا كرواسه بهذا الشكل، كندير قطعه الفرماج ولا نص قطعه اللي على حسب شنو بغيتو، واش الفرماج يكون كتير ولا قليل. وغادي ديروا، ولا ممكن ديروا الفرماج ديال الساندويتش، ممكن ديروا الفرماج الاحمر الا بغيتو. المهم الفرماج اللي بغيتو كديروا هكا قطعه من داك البيض، قطعه من داك لادانت فيمي، كديروا هكا شويه ديال هاد لا روكيت، وصدقوني النتيجه كتجي رائعه والمذاق اروع. ممكن ديروا الفرماج الأحمر ولا الفرماج الساندويتش وديروهم في الفران ولا في البانيني باش يذوب داك الفرماج حتى هو كيعطي نتيجة زوينة. المهم كيبقى لكم الاختيار. أنا هنايا درت هاد الحشوة هادي وصراحة جاو زوينين. صافي هنايا كنبقى بنفس العملية، اللي بغا دانت فيمي يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش، اللي بغا يعمرهم مثلا بالسوسيس هكايا تقليوهم وتعمروا بهم، راه كيجيو ساهلين ودغيا دغيا كيوجدوا، ما كيعذبوش نهائيا والمذاق زوين. صافي هنايا من بعد ما صايبت هاد لي كرواسون كنت وجدتهم الفطور. صافي هكايا كيجي الشكل ديالهم، ها نتوما شفتوا حتى الشكل كيجي صراحه شي حاجه زوينه. وجدت هكايا فطور، كان عندي شي مسيمنات سخنتهم وحطيتهم هكايا مع قهوه واتاي. هذا هو الفطور اللي صايبت. من بعد غندوزو للغدا. الغدا هنايا كانوا عندي الضياف، ووجدت هكايا درت الطويجين، درت بصيله خضاريه ودرت معاها الحيمه وشويه ديال الثومه هكايا مهرسه، وما غادي ندير شويه ديال الملحه والبزار وشويه ديال الخرقوم وقريفه وسكينجبير وشويه ديال الربيع هكا مقطع. صافي هادو هما التوابل، وغادي نخلي الطاجين ندير عليه زويته بلديه ونخليه على عافيه مهيله حتى يطيب داك اللحم مزيان ويتعسل على خاطرو. في الاخير فاش كنبغي نقدم الطاجين ديال البقري مع هكا البرقوق ولا المهم اللي بغيتو باش بغيتو تزينوه، كندير شويه ديال العسيله هكايا من الفوق في اخر مرحله. هنايا درت سلقت شويه ديال الروز مع شويه ديال الجلبانه، زدت عليهم الطون، زدت عليهم الذره ولا المايس، وغادي نصايب شويه ديال لا مايونيز. هنايا كما ديما كنشارك معكم المايونيز، كندير فيها بيضه فرماجه مليحه بزار، وكنضيف كاس ديال الزيت تدريجيا، اما زيت نباتيه اولا زيت زيتون اللي بغيتو. ضيفوا كاس ديال الزيت هكايا خويط تدريجيا حتى تحصلوا على ديك المايونيز. ومن بعد غادي نضيفها على داك الروز. هكايا كيعجبني صراحه نصايب لا مايونيز في الدار، كتجي احسن من يعني اللي جاهزه، كتجي لذيذه حتى المذاق كيكون احسن. غنضيف هكا شويه ديال الخل على داك الروز ونضيف هكايا اختياريه قطعت
شوية ديال لا دانت فيمي تا هو زدتو، وزدت المايونيز. صراحة هاد لا صالاد كتجي غنية وصحية وهكايا، حتى لوليداتكم الا بغيتو هكا تبدلوا ليهم ديروها ليهم غير هكا بلا هكا بوحدو. البانيي مثلا تقليو معاه شويه ديال الكفته ولا بيضات مسلوقات ولا شويه ديال السوسيس. المهم اللي بغيتو راه كيجي هكا غداء متكامل. حتى الوليدات كتعجبهم هاد الشليضه. صافي، وهنايا هذا هو الغدا. درت هذاك الطويجين مع دوك الشليضه، زدت واحد شويه ديال الخيار ومطيشه وقدمته على هاد الشكل هذا. نتمنى حتى الغدا ان شاء الله هكا تاخدوا غير افكار و يعجبكم. من بعد في العشيه كنت مشيت عند بنت عمتي كاينه غير حدايا، وقلنا راه نوجدوا شويه. خدينا شويه ديال الفريز بصراحه وصايبنا شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز هنايا. غنشارك معكم الطريقه ديالو حتى هو. راه دابا تبارك الله وقيتو موجود في السوق، وهكايا الا بغيتو تصايبوه وتخليوه هكايا بعدا تقادو حاجه ديال الدار. هنايا كنغسلوا الفريز مزيان، كنحيدوا له داك الطريبيش ديالو هكا بهذا الشكل. ومن بعد ما نحيدوا هذاك الطريبيش وتغسل مزيان، غادي نقطعوه قطع صغارين هكايا بهذا الشكل هذا. وهنايا غادي نضيفوا السكر اللي مهرس ديال القالب. كيكون هكايا عندنا في الدار وما بغيتوش ديروا سنيده، بغيتو ديروا سنيده ديروها. مثلا كديروا كيلو د الفريز كديروا معاه نص كيلو ديال هاد السكر ولا نص كيلو ديال سنيده. بغيتو تزيدوا الحلاوه اكثر زيدوها. صافي كنضيف عليه داك السكر هكا بهذا الشكل. يعني اللي ما كانش عنده سنيده وبغى يدير هذا السكر حتى هو كيجي ناجح. كتشعلوا عليه نيشان البوطه على عافيه مهيله وخليه حتى كيطلق داك الفريز الماء ديالو. داك السكر كيذوب وانتم كتخلطوا حتى ما كتبقاش ديك الكشكوشه البيضه كتطلع. هذا باش كتعرفوا ان راه صافي الكونفيتور ديالكم راه واجد. مره حيدوا ديك الكشكوشه حتى هي، حيت هذيك الكشكوشه بحال كيفسد دغيا دغيا. من بعد هنايا فاش طاب وحصلنا على هذا القوام، في اخر حاجه كندير واحد المعلقه كبيره ديال الزيت طبيعي، زيت نباتيه، زيت عادي. هذاك الزيت كيحافظ عليه، كيعطيه واحد اللمعان وكيخليه انه ما كيفسدش دغيا. صافي هادشي اللي كاين، وكنعمروه في قريعات ونديروه في الثلاجه. هنايا في الليل غادي نصايب الطاكوس للدراري. عندي هنايا شويه ديال الكفته. هنايا غادي ندير طاكوس ميكس، وعندي هنايا شويه ديال لونيغات غنعمرهم. راكم عارفين الوليدات الصغار كيعجبهم هادشي ديال الزنقه بزاف. اللهم هكايا نوجدوا ليهم غير في الدار. هنايا مطيشه مقطعه، بصيله مقطعه، ودوك لينيغات تا هما راه كيعجبوا الوليدات، والفرomاج د الساندويتش. وهنايا خديت داك الخبز ديال طاكوس. هنايا كناخدو اما من بيم اما، المهم راه دابا تبارك الله موجود كيتباع حتى عند الجزاره موجود. المهم فين ما مشيتو. هنايا هذا كناخد هذا فيه 6 ديال الحبات هكايا. كل مره كندير جوج لوليداتي هكايا بجوج، كندير حتى ليا حتى انايا اللي كنت غادا للخدمه كندي معايا واحد. كتوصلوا قيت الماكله كتسخنوا وتاكلوا ها نتايا مغدي. عندك هنا هاد البصيله هادي غنديرها في مقيله ونضيف عليها شويه ديال الزيت نخليها تشحر تنزل شويه. وكناخذ دوك لينيغات كنقليهم هكا في الزيت ولا كنديرهم في الفران اللي بغيتو. صراحه هاد المزيج ما بين هاد لينيغات والكفته في طاكوس راه كيجي شي حاجه زعما زوينه الصراحه. تقولوا راكم واخدينه من على برا. هنايا صافي كنبدا نقلي هاد لينيغات ديالي حتى كيتحمروا. ومن بعد غادي نحاول نحيدهم فاش يطيبوا، وغادي نقطعهم قطع صغارين باش يجيني سهل انني نوجد داك الشيء الاخر ديال الطاكوس. المهم هنايا هاد البصيله درت عليها غير مليحه وبزار وخليتها حتى تنزل شويه. ومن بعد غادي نضيف عليها ديك الكفته والمطيشه. بالنسبه للكفته كانت عندي باقا جامده، ولكن راه حيت الطاكوس كتشدوا ديك الكفته وكتمعسوها مزيان حتى كطيب راه كتفرتت دغيا دغيا. وبالنسبه للكفته راه كنكون ديما مشرملاها، يعني كنكون دايره فيها الربيع، الملحه، الكمون، البزار، وشويه ديال الفلفله حمراء. كنكون ديما مشرملاها ومكونجلياها وهي مشرمله باش كتجيني هكا ساهله. غير كنبغي نستعملها كنجبدها اما كتطلق وكنستعملها ولا كنحطها نيشان هكاك طريف كونجلي. صافي هنايا ها نتوما شفتوا داك لينيغات كيفاش تحمروا. غادي نشدهم دابا هكايا نقطعهم. وهنايا هذيك البصله غير غادي تهبط غادي نضيف عليها هذيك المطيشه مقطعه وحده ونضيف عليها الكفته ونخليهم حتى يطيبوا. هنا غادي نقطع لي نيغات باش يجيوني هكا طريفات صغيورين هكايا في الطاكوس.
صافي دابا هنا عندي كلشي واجد، الكفتة طايبة مع البصلة ومطيشة، قليت حتى شوية ديال البطاطا، قطعت دوك لونيغات، كناخد هكايا خبيز ديال الطاكوس، كندير عليه شوية ديال الكيتشوب، الوليدات راكم عارفين هاد الشي كيعجبهم هاد لي صوص، كندير قطعة من هداك الفرomاج ديال الساندويتش، كندير شوية ديال الكفتة، كنحط هكا شوية ديال لونيغات، شوية ديال لي فخيط، هكايا بهذا الشكل هذا وصافي وكنطويه ونديرو في البانيني. صراحة كيجي شي حاجة لذيذة ورائعة وحاجة مصايبة في الدار على يديكم، ماشي هي صراحة واخا هكاك. يعني نتوما راكم عارفين الواحد كيقاد حاجة في الدار كينقيها كيتولها كيدير داكشي يعني صحي فيها، كيعرف حاجة لا خداها من عند الجزار، ماشي بحال واخا هكاك. صافي هنايا كنطيبو على جوج جوايع وكنقدّمو هكايا، حتى فكرة هكايا للعشا راه كيجي زوين تستافدوا ولوليداتكم معايا، كيجي يعجبكم هكايا على الوصفات هاد ديال الشكل. اليوم نتمنى المتنوعة، الفيديو ديال اليوم خليتكم إن يعجبكم، شاء الله بخير وعلى خير، وإلى فيديو قادم بحول الله، ومع السلامة.